صحيتي الصبح نكدتي عليه ما فطرتيهوش، وساره السكرتيره فطرته ودلعته. يا خيبتك يا خيبتك يا خيبتك. يا اختي الراجل من دول ما بيحبش الست النكديه اللي مدياله بوس كل يوم. يا بنت فرفشي كده ونعنشي وبطلي جرعه النكد اللي بتديها له كل يوم، هو ده مكرر عليه؟ دلعيه الصبح وبايدك كدي عليه العصر عادي. انا عايزاكي تخلي النكد زي المضاد الحيوي تديهوله عند اللزوم. تيجي واحده هبله وعبيطه وتقولك ده النكد والخناقات دي هي بهارات العلاقه. ما هو يا حبيبتي مش متجوز مهرجه هندي، بهارات ايه وتوابل ايه؟ ونلاقي بقى في الجانب الاخر الست ساره السكرتيره بتجيب له معاها فطار في اللانش بوكس في كل ملذة وطاب، وبتفطره كل يوم وتصبحه بابتسامة أعرض من المكتب اللي هو قاعد عليه وتقول له هي ومات. وانت عارفة يا اختي الراجل من دول عيل صغير، أي واحدة تقول له تعالى وديك الملاهي وفسحك بيروح معاها عادي، لأنه من جواه نفسه يتمرجح ويتفسح. وبعدين ما هو الراجل جعان ما يفطرش يعني؟ هتنكدي عليه على الفطار هيسيبك وينزل يفطر كل يوم مع السكرتيرة. اديني قلت لك اهو ان الخناق على الفاضي والمليان وصوتك اللي قد كده وجايب اخر الشارع ده بيأثر على صحتك الجسمانية والنفسية. يعني مع الوقت هتلاقي جسمك بيفشول ويبوظ ويتعب من اللا شيء، وهيبتدي يظهر على وشك تجاعيد ونكد وشعرك هيقع وجسمك كله هيتأثر. وبعد كل النكد اللي انت بتعمليه ده هيجري على السكرتيرة اللي هيهق ومهق معاها وهتفطره كل يوم ساليزون وسيمون وكرواسون. يبقى ليه النكد بقى من اولها يا اختي؟ وبعدين ما تعالي هنا، ما احنا عارفين ان السكرتيرة حلوة اصلا ولا تقاوم، فحاولي بقى يا اختي تكسبي المعركة عشان هي معاها اسلحة كتيرة وانت غلبانة يا خايبة. الراجل من دول ملوش تقل على النكد لان دماغه دي في عالم اخر. وتلاقي يا اختي الست من دول بعد ما تخلص دو 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 مع صاحبتها في التليفون وضحكتها من هنا لهنا، هوب اول ما تشوف جوزها تروح لابسه الوش البلاستيك وتديها نكد. قال ايه؟ عشان نسي يجيب لبن وعيش فينو للعيال وهو راجع من الشغل. طب والنبي ده اسمه كلام يا بنت؟ ده في مقوله بتقول اذا دخل النكد من الباب فط الحب من الشباك. ما تبقي تطلبي النكد دليفري يا اختي يا حبيبتي. وبعدين اسمعي مني، ده انا جايلك من المستقبل. وبعدين تعالي هنا، ما هي جرعه النكد دي عدت علينا كلنا، بس في ست شاطره وست خايبه. في اللي عرفت تطاطي وهدت للموجه، وفي اللي وقفت وصدتها زيك يا خايبه. بصي لي بقى يا ست البنات وفتحي دماغك، بدل ما تتخانقي مع جوزك على العيش الفينو وكيلو اللبن اللي نسيه، ابعتي له مسج على التليفون قولي له حبيبي وحشتني انت جاي امتى، عامله لك الاكل اللي بتحبه. وساعتها بقى هو يفتكر طلباتك ويجيب الشاي واللبن والفينو والبامبرز من غير ما تطلبي. والفكره هنا بقى في تبسيط الامور، يعني مش اي حاجه تتخانقي عليها. وحاولي على قد ما تقدري تدلعي وتتهشتكي وتتبشتكي وتطلبي طلباتك بالراحه وبابتسامه من غير اي خناق. ويا سلام بقى لو العتاب ده ممزوج بشويه دلع ونحنحه، صدقيني بقى ساعتها الراجل من دول هيحبك ويحب عتابك. وحاجه مهمه هقولها لك اخيرا، لما تتخانقوا وتزعلوا من بعض حاولي ما تدخليش اي طرف تالت، لاني طول حياتي ما شفتش طرف تالت دخل في العلاقه الا وقضى عليها وبوظها. الرجاله بتحب الخصوصيه عشان لما تزعلوا وتتصالحوا وتشدوا حتى في شعر بعض محدش فيكم يحس ان التاني قلل منه قدام حد غريب. وبعدين يا اختي ما تناموا زعلانين واصحوا متصالحين، ده على راي المثل تبات نار تصبح رماد. ولو الخناقه عبيطه ما تسيبيش الموضوع يكبر. خليكي فاكره دايما الراجل من دول جواه طفل عايز يتهشتك ويتبشتك ويروح الملاهي، دلعيه هيجي معاكي الملاهي على طول. ولو فضلتي تمدنا ببوزك ساعتها ما تلوميش الا نفسك، وساعتها كلنا هنقولك يا خيبتك يا خيبتك يا خيبتك. انا بسنت النبراوي، تابعيني عشان تشوفي خيبتي وخيبتك يا خيبتك.